أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة الجماهير يوروب ليج. النهاردة يا جماعة أنا بتكلم معاكم في الدوريات الأوروبية. تنويه سريع جدا لمدة دقايق. خلاص الماركاتو بيفنش. الشيء يعني عايز أقول السلبي جدا، الفاشل جدا، العجيب جدا، الغريب جدا، اللي مش مفهوم جدا، ان الميركاتو يفضل شغال بعد بداية الدوريات. مش بداية الدوريات وبس، لا ده ممكن بعض الدوريات بتدخل في 3 و4 أسابيع و5 كمان لحد ما الميركاتو يخلص. تعال شوف اللي بيجري في الدوري السعودي، التقليد الأعمى، التقليد العجيب والغريب. يعني مش عجيب وغريب، ده أعجب وأغرب، لأن قلنا خلاص إن اوريدي الإجراء ده عجيب وغريب وسلبي ومش مفهوم وحاجات كتير قوي. لكن انا بتكلم هنا ان ده تقليد اغرب واعجب وسلبي اكتر، ان انت كمان بتاخد الشيء السلبي وبتعمله بشكل اكثر سلبيه. انك استمريت في الميركاتو بتاعك لفتره يمكن تتعدى 3 اسابيع كمان بعد الميركاتو العادي اللي هو بتاع اوروبا. انا يعني يمكن لحد بدايه 9 تقريبا. ايه يا عم ده؟ او سوري، بدايه 10، انا اسف. تمام. يعني حاجة مزرية. يعني مش خدوا كل التجارب السلبية والسيئة في الميركاتو واللي فشلت فشل ذريع قبل كده وعملوها مرة تانية واستنسخوها بطريقة، يعني زي ما يكون واحد جاي بيقول أنا يعني عايز أعمل الشيء المش مظبوط ومتمسك بيه، ويعني أكبر يعني أكتر مما أي شخص يتخيل. لا ده أنت كمان بتزود الطينة بلة بمسألة الميركاتو. طيب أوكي. هيخلص الامر ده، الشيء السلبي جدا ده، وباذن الله انتظروا حلقه خلال اليومين الجايين ان شاء الله. يعني انا ما اعتقدش ممكن الحق قبل الاسبوع الرابع في الدوريات. اعتقد الرابع في الدوري البريمير ليج، الثالث في الدوري الايطالي اعتقد، او الثاني، الثالث تقريبا. الاسباني نفس الكلام. للاسف سامحوني، انا ما تابعتش وما حبيتش اتابع، لاني هتابع شيء هيبقى مختلف يعني بكل بساطة. وأوضحت الأمر ده في الحلقة الصغيرة البسيطة التنويه اللي أنا عملته من أسبوع تقريبا أو 10 أيام عن الدوريات الأوروبية. ولسه ما نزلتش للأسف، برضو نفس مشاكل تقنية في الإنترنت عندي للأسف مستمرة. يعني ما اعرفش، يعني انا نفسي قست مش عارف هتخلص امتى. مشاكل فعلا شغاله بقى لها فتره كبيره، وللاسف بحاول ان انا اعمل اي شيء عشان يعني انزل لكم الحلقات في مواعيد متقاربه، حتى مش عارف. للاسف يعني انا يعني هعمل ايه؟ المشكله اني يعني المكان اللي انا بسجل فيه او مقيم فيه يعني او المتاح ليا فيه ان انا اقدر ان أنا انزل حلقاتي في مشاكل كبيره تقنيه للاسف في الانترنت. واوضحت الامر ده في الحلقات اللي بنزلها متاخره، والحلقات الخام كلها موجوده. وباكد للمره المليون، اي حلقه خام مادام انا بنزل الحلقه في وقت بعد نزولها ان شاء الله بيوم، على طول بحتفظ بالحلقه الخام. لان زي ما قلت قبل كده كتير جدا، كل حرف بقوله الحمد لله في يا اما تحليل مختلف تماما، يا سبق متفرد بمعنى الكلمه، يا توقعات اعجازيه بكل معاني الكلمه. تمام. وامور اخرى في التقييم طبعا على مستوى خرافيه. تمام. فطبيعي ان انا لازم احتفظ بحقوقي. فالحلقات الخام موجوده تقريبا. كل الحلقات اللي انا نزلتها شهرين 3 اللي فاتوا للاسف كلها ما نزلتش في ميعادها. فالطبيعي ان الحلقه الخام موجوده، اوكي، عشان اثبات الحقوق طبعا. طيب، بشكل سريع جدا ان شاء الله باذن الله انتظروا حلقه مدويه هتكون خرافيه كالعاده للموسم الثامن على التوالي تقريبا للكره الاوروبيه. حاجه تبقى باذن الله جباره كالعاده زي ما عودتكم. تحليل مختلف تماما عن اي وسيله اعلاميه للافضل طبعا. تقييم متفرد غير مسبوق، يعني مدوي بمعنى الكلمه، برضه بنسبه نجاح مذهله برضه زي ما عودتكم. وتوقعات اعجازيه خرافيه كالعاده، نسبه نجاح لا تقل عن 95%. نسبة مذهلة بمعنى الكلمة، مش موجودة في أي مكان. وأصلا كمية التوقعات دي مفيش مخلوق بيعملها، مفيش مخلوق في العالم أجمع بيعملها الحمد لله. فما بالك بنسبة نجاحها اللي رهيبة. فبإذن الله انتظروها هتشوفوا العجب. خلاص هعمل لكم بقى ايه، يكون القوائم اتظبطت، كل اتقفل الميركاتو السيء جدا او الاسلوب السيء جدا الميركاتو اللي بيحصل ده اتقفل تماما. وخلاص كل فرقه عرفت قوامها. وانا كمان كمقيم ومحلل وشخص بيتوقع اقدر ان انا اقول لكم
لا، الفريق ده بقى هيعمل ايه، هيسوي ايه، هيروح فين، تقييمي للاعبين كلهم للقوائم. طبعا زي ما عودتكم باذن الله باذن الله يكون، هتبقى حلقه صعبه انا عارف، وهتاخد وقت ومتعبه ومرهقه، عشان كده بقول ما اعتقدش الحق الاسبوع القادم ان انا اعملها قبله، لا احتمال كبير يكون بعد الاسبوع القادم، أو ابقى بتكلم في اسبوع المباريات مش اسبوع الميلادي، يخلص يعني مش قبل يوم السبت وحد واثنين يعني. اوكي باذن الله. وهبدا معاكم طبعا الدوريات الخمسه طبعا اساسيه، وباذن الله باذن الله بشكل عام تصور للدوري، وباذن الله هيكون كمان في التحليل المتفرد كالعاده وتقييمي وتوقعاتي الخرافيه للفرق الكبرى في الخمس دوريات. يعني زي ما اتفقنا حوالي هيبقى في 7 فرق في البريمير ليج، في في البوندسليجا الفاشله تماما واللي ما زالت بتواصل الفشل، وانا بقولها لكم من دلوقتي. هنتكلم مثلا 4 فرق تقريبا باذن الله بشكل فيه حساب كبير. والدوري الفرنسي برضو اللي يعني نفس الكيفيه، يعني تحسن سنه سنه، اقول لكم ليه وقتها باذن الله هجي لها ان شاء الله. برضو آه يعني ان شاء الله باذن الله هتكون الامور ممكن 3 4 فرق برضو زي ما قلت كالعاده، البايرن، دورتموند، وهيكون ليفركوزن، وممكن كمان معاهم طبعا شالكه خلاص فيها هيبي النسيان. يعني ممكن ادخل يعني نشوف الفريق الرابع في الاغلب هيكون طبعا لايبزيج طبعا بكل مقاييس، ان هو الفريق دايما الموجود في مربع حساب الفتره دي. تمام. في كمان طبعا الدوري الايطالي اللي تحسن كتير حقيقه عن السنين اللي فاتت، لكن برضو للاسف بيواجه مشاكل ماديه وصعوبات ماديه كبيره جدا جدا جدا، وعملت لها حلول رائعه قبل كده كالعاده زي ما قلت لكم. والدوري الاسباني طبعا حدث ولا حرج، ما زال القطبين مفيش جديد، والنادي الثالث الوحيد اللي عنده الكيفيه والقدره انه ينافس بيده لا بيد عمرو. مين بيده؟ رئيس النادي الفاشل انريكو سيريزو، فاشل فنيا طبعا، واللي انا بدات اشكك فعلا حقيقي، اشكك تماما ان في امر ما مش طبيعي مش مفهوم مخليه محابي تماما لوجود مدرب فاشل جدا، وهو سبب رئيسي في تقويض فرص اتلتيكو مدريد في المنافسه. مش هقول لكم حتى فوز بالبطولات، حتى في المنافسه. هو الفاشل دييجو سيميوني، الفاشل دييجو سيميوني، بكرر المره المليون. النادي ده عايز واحد زي سباليتي يا جماعه، النادي ده عايز مدرب زي سباليتي هيخليه حاجه تانية تماما. انا بدي مثل يعني. تمام. فان شاء الله انتظروا مفاجات مدويه كالعاده، انتظروا تحليل خرافي غير مسبوق طبعا كالعاده، تقييمات مذهله بمعنى الكلمه، بتوقعات كمان اعجازيه بنسبه نجاح ان شاء الله باذن الله، متاكد انها تكون على اعلى مستوى زي ما قلت لكم طول ال7 سنين اللي فاتوا. انتظروا حاجات جباره باذن الله. والدوري المصري ان شاء الله والدوريات العربيه نفس الكيفيه. الدوريات العربيه باذن الله هتعمل لها حلقه سريعه باذن الله الفتره اللي جايه. الدوري السعودي كمان بس بيتقفل باب الميركاتو اللي بيتعمل ده، فمش هقدر اتكلم قبل نهايته. تمام. لكن اديكم ارهاصات كده مبدئيا طبعا زي ما اتكلمت قبل كده، وان شاء الله بنتظروا حاجات جامده جدا جدا في الدوريات الفتره اللي جايه. ادعوا لي بس باذن الله مشكله الانترنت تتحل، وهتشوفوا العجب زي ما شفتوه طول 8 سنين فاتوا، هتشوفوه اكتر واكتر باذن الله الفتره اللي جايه. واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه، وانتظروا الاعجاز كالعاده من الجماهير واميزنج ميديا، قنوات متفرده ومليئه بالمحتوى الغير مسبوق والمداوي بمعنى الكلمه والمفاجآت المذهله. واشوفكم على خير.